السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده ان شاء الله راجعه لكم بقصه طه محمد اللي وقع في البير وقعد فيه 60 ساعه بدون اكل ولا شرب. طبعا كلنا سمعنا عن البير اللي بلع مزارع المنيا، او اللي الناس لقبته بريان المنيا. وطبعا ده لان القصه مشابهه تماما للي حصل للطفل ريان اللي كان في دوله المغرب لما وقع برضه في البير. وقع المزارع في بير عميق بيصل طوله حوالي 25 متر، وده لمدة 60 ساعة من غير لا أكل ولا شرب، وفشلت كل محاولات إنقاذه حتى هذه اللحظة. اللي حصل إن بعد 6 ساعات من وقوعه انقطع الاتصال عنه، لأنه لما وقع كان معاه التليفون بتاعه وكان فيه بالفعل شبكة، والناس فضلوا يتواصلوا معاه لمدة 6 ساعات، لكن بعد كده اتقطع الاتصال تماما. طب تعالوا نشوف سريعا مين طه محمد وايه اللي حصل له. هنلاقي ان يوم الاثنين 1 ابريل بعد الفطار مزارع ثلاثيني اسمه طه محمد وهو ماشي بيتكلم في الفون بتاعه في قلب المزرعة اللي في الصحراء اللي هو بيشتغل فيها، اتزحلق في بير مية جوفية معطل ووقع فيه على عمق 25 متر. بعدها تلقت أجهزة الأمن استغاثات من أهالي القرية، وحاولوا التواصل معاه لمدة 6 ساعات في محاولات كثيرة لإنقاذه. واحدة منهم إن هم رموا الحبل وطلع بالفعل حوالي 5 متر، وبعدين الحبل اتقطع ووقع وللأسف دراعه اتكسر. وبعدها انقطع الاتصال عنه لمدة 3 أيام، وفي النهاية تم إعلان خبر وفاته في القرية. وهنلاقي للأسف إن لحد دلوقتي ما زال الحفر شغال ولسه ما طلعش. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب العالمين.